الإعلام الجزائري المضلل. الإعلام الجزائري المضلل صاحب الأفكار السامة، صاحب الأفكار اللي تخلي شكل المغاربة سيء وخلاص، اللي مش فاضي بس غير انه يسوق من شكلهم ويقل من ادائهم ومجهوداتهم. بن شيخ، بوحنيكة، الجماعة دول. بن شيخ طالع على الهوا بيقول لك ايه؟ انا شايف ان الكل عمال ينفخ في المغرب قوي، الكل طالع بيتكلم بضمير عنهم، الكل طالع يقول لك المغرب كسبت اوزبكستان بنتيجة 18، اداؤه كان عادي جدا وانتوا نافخين المغاربة على الفاضي. عندك اقف، المغرب الكل بقى يخاف منها، هتيجي انت على اخر الزمن تقلل منها؟ المغرب اللي احنا كنا الاول بنقول انها بتعادل الارجنتين دلوقتي بقت تعدي الارجنتين فاقتها، انت هتيجي على اخر الزمن وتقلل منها؟ طول ما المغاربة في تقدم ونجاح اعرفوا ان احقادهم هيزيدوا وتعليقات السلبية هتزيد، يعني دليل على ذلك بن شيخ اللي طالع يتكلم فيه ده محروق قوي، ده جاله جلطة، جاتله جلطة من اللي المغرب عمالة تعمله. انجازاتها رهيبة، انجازات المغرب رهيبة، المغرب عدت حدود يعني العبقرية، المغرب عدت حدود البطولة. هو في كده اكتر من كده؟ هو في اكتر من كده؟ المغرب اللي خلت العالم كله بقى يتكلم عنها. تحب يا بن شيخ اقول لك اللعيبه بتوع المغاربه الكل ما بيشوفها بس او بيسمعها بيحصل له ايه؟ انا هديك مثال بسيط خالص تفكر فيه وتسمعه كويس جدا عشان تعرف قيمتهم، وكنت قايله قبل كده الكلام ده في فيديو. بونو، ياسين بونو، اظن هو غني عن التعريف. كريستيانو بنفسه اللاعب العالمي، طبعا انت عارف اللاعب العالمي عيط بكى من مين؟ من ابن المغرب، اسد المغرب ياسين بونو، خلاه يعيط، اتحسر بسبب انه يعني خلاه ما يسويش، خلاه ما يسويش من كتر يعني اللي شافه كان هيجيله انهيار عصبي. ياسين بونو اللي بجد جمهور الهلال السعودي بيهتف بيه في البيوت مش في الشوارع. في ايه تاني؟ اذكر لك ايه تاني على المغاربة الناشئين؟ اقل واحد فيهم يرعب فرنسا مثلا انه يواجهها، اقل واحد يرعب فرنسا انه يواجهها، اسبانيا، الارجنتين، النمسا، وهكذا. اقول لك ايه تاني على المغاربة يا عزيزي يا منافق، يا جزائري يا منافق، يا اللي طالع تحط السم وخلاص مش قادر حتى تحسن من صورتك امام الناس وتقولها كلمة حق. قولها كلمة حق ولو مرة واحدة، اشهد بانهم اعظم الفرق الرياضية عالميا وعربيا، انما انت طالع تقلل من مجهوداتهم وشأنهم فقط لا غير. وهذا ما يفعله الاعلام الجزائري، الاعلام الجزائري اللي عامل زي اللي طالع يبخ سموم وخلاص، مش لاقي حاجة يعملها،
متغاظ يا عيني. طب ما تتحسن زيه، تعلم منه. يا ريت يا جماعه الكل يتعلم من المغاربه، ده رسموا ودونوا اسمهم في التاريخ، كله بقى يتكلم عنهم، حتى الغرب بقوا يتكلموا عنهم بالكلام الكويس، كله بيتعلم منهم الحلو. ليه الاعلام الجزائري على طول انا شايفه ان هو بينتقد، وشايفه ان هو ما بيتصرفش غير انه يعني يشيلهم اخطاء بس؟ ده شيء مرفوض تماما، واحنا مش هنسمح بيه. وطول ما المغرب وراها محبين ووراها داعمين ووراها ناس بتقول كلمة الحق، ربنا عمره ما يعني هينصفهم، وهيبعت اللي يتكلم عنهم بكل حق، هيبعت اللي يقف جنبهم. مش زيك يا حاقد، يا جزائري يا حاقد، يا اللي مش لاقي حاجة تعملها غير انك تسوق من سمعة المغاربة المحترمين اللي ما شاء الله بقوا أنشودة يتغنى بها العالم العربي والأوروبي. بالله عليكم اخواتي كلنا نقف جنب اخواتنا المغاربة وندعمهم. تابعوا الفيديو اللي نشره فوق التفاصيل. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ما تنسوش فضل وليس امرا تحطوا لاختكم اللايك. صلوا على سيدنا النبي.